قانون الجذب. كثر الكلام على ما يسمى بقانون الجذب وما يتبعه من قوانين تجتمع كلها حول فكرة أساسية، وهي أن الفكر يخلق الواقع، وأن للإنسان القدرة على تشكيل الواقع المادي من خلال توجيه مشاعره وتركيز أفكاره، فيقدر على إحداث التغيير في حياته وجذب ما يشاء دون عمل أو سعي. ولا شك أن في هذا الزعم مخالفة عقدية واضحة، ففيه منازعة لتوحيد الله بأخص خصائص ربوبيته، فالله وحده هو الخالق والمالك والمدبر، فضلا عن مصادمته لمراتب الإيمان بالقدر كلها. أما من الناحية العلمية فإنه لا تصح تسميته قانونا، فإنه لم يستكمل شيئا من أركان القوانين العلمية، فلا يمكن أن تعد الحكايا والتجارب الفردية دليل ثبوت علمي.